سلام. اليوم غادا نوجد معاكم لي بات على الطريقه ديالي، ما يمكنش شحال كيجيو بنانين ولذاذين. انا عندي هنايا الفيسات هما اللي غادا نطيب، عرفتي شحال كيجيو لذاذين بهذه الطريقه. ما يمكنش نطيبهم بشي طريقه من غير هذه، كيحماقوا عليهم حتى الوليدات. ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. غادا نجيبوا المقله نديروا على نار تكون متوسطه، غادي نزيدوا الزيت وغادا نزيدوا واحد البصله كبيره مشلضه. غير تبعوا الخطوات، غير الا جربتوها راه غادا تعجبكم بزاف. غادا نزيدوا عليها صدر دجاج حتى هو مقطع مكعبات صغيره. غادي نخليهم كيتشحروا مزيان مع بعضياتهم، مره مره كنحرك باش ما كيتحرقوش ليا. خاص ديك البصله تشحر مزيان وتطلق داك المذاق ديالها الزوين، هي والصدر ديال الدجاج خاصهم يتشحروا حتى كيولي اللون ديالهم ذهبي مقرمل. هاد القضيه ضروري ديروها، حيت هذاك الصدر والبصله كيعطيو داك المذاق لذيذ بزاف. من بعد ما تشحروا ليا غادا نزيد عليهم جوج بصلات محكوكين، غادا نزيدهم حتى هما على هاد الدجاج والبصله. غادا نزيد العطريه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحمير، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال المليحه. بغيتو تزيدوا حتى شويه ديال الزعتر زيدوا. غادا نخليهم يتشحروا وغادا نزيد لي بات ديالي. انا عندي الفيسات كما قلت لكم، ممكن ديروا اي لي بات غير سباغيتي لا ما تجيش هنا حاجه طويله وكتبغي تسلق. المهم هنايا درناهم. غادا نشحر ديك المقارونيه ديالي، غادا نشحرها مزيان. كنبقى بالتحريك، ما كنغفلش عليها بالتحريك حتى كتشرب ليا داك العطريه وديك مطيشه. هاد القضيه زوينه فاش كديروها بزاف، كتجي داك المقارونه ديالكم كتجي بنينه ولذيذه. يعني ماشي بحال كتسلقوها في الماء كتشرب الماء كثر، يعني راكم فهمتوني. ملي كتقليوها في العطريه ومطيشه والزيت وداكشي كتشرب داكشي وكتجي بنينه ولذيذه. يا سلام. انا اصلا راه ما يمكنش نطيب الفيسات بشي طريقه من غير هذه. كنزيد عليهم واحد شويه ديال الماء انا كنشحر، وديك لي بات ديالي كتشرب ليا هذاك المذاق ديال العطريه وديال ديك البصله اللي شحرنا. كيجي داكشي بنين ولذيذ. صافي غير كتشحر مزيان. غادا نحيدها. غادا نجيب الكاميله ولا الكوكوط، غندير فيها الماء الكافي، ما نقويش الماء بزاف باش ديك باش ما يشدش لنا الماء. باغينا ديك المقرون ديالنا كتجينا مشحره، يعني الماء المهم الكافي غير فاش كطيب عليه. صافي كنضيفوا على داك المقرونيه هي والبصله والدجاج وكلشي، كنقصوا عليها البوطه وكنخليوها طيب بالمهل. من بعد ما كتكون شربت لينا الماء، شفتوا راه كنديروا القياس، يعني كتجي هي ديك اللي كيبغيها طيبه بزاف، كاين اللي بغى كيخليها شاده شي شويه. بالنسبه لي انا كنبغيها تكون طيبه مزيان، ما كتعجبني ديك اللي كتكون باقا شاده. عندي الصلصه ديال الفرماج الاحمر حتى هي كتجي زوينه بزاف واختياريه. كانت عندكم ضيفوها، ما كانت عندكم ما تضيفوهاش، ولكن كتعطي واحد المذاق رائع جدا لهاد المقارونيه. انا راه هنا خلطت. مهم غادا نزيد عليها الفرماج احمر. اي فرماج عندكم ضيفوه، اي فرماج عندكم ضيفوه. انا عندي غير هذا ديال الساندويشات، هذا المربع غادا نقص مقطعه يعني غير شي شويه. مهم داكشي كيجي معلك. يا سلام اللي كيعجبو المقرونيه معلكه والبنه واللذه يجرب هذه الوصفه ويرد عليا في التعاليق. غادا نخلي غير واحد جوج دقائق بما دابير الفرماج ونطفي عليها، لحقاش ديك الصلصه ديال الفرماج ما كتبغيش يعني تبقى طيب بزاف، كيمشي ليها المذاق ديالها. صافي كنطفي. صراحه انا كيعجبني نخلي فيها واحد المريقه. المهم النار نشفات ليا شويه. كاين اللي كتعجبو المريقه، كاين اللي ما كتعجبش. انا كتعجبني ديك المريقه لحقاش كتجي عاقده وبنينه ولذيذه. وكما قلت لكم كيموتوا عليها الوليدات واخا ما كيكونوش كياكلوا. انا بنتي راه ما كتبغيش تاكل ليا، ولكن ملي كنطيب لها هاد الفيسات وهادشي كيعجبوها بزاف، وبهاد الطريقه كتجي بنينه ولذيذه. كنتمنى تجربوها تردوا عليا في التعاليق. المهم هنا راه درت هاد المقرونيه، خلطتها درتها بمطيشه ودرتها في نفس الوقت بيضه. انا كيعجبني ديما الميلونج كيطلع واحد المذاق. يا سلام. الا عجبتكم القناه ما تنساوش ديروا متابعه، فعلوا الجرس باش يوصلكم. ما تنسوناش من جيم. الى اللقاء.